السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونة ودي قناتي. هنعمل النهاردة بطية حلوة كده بلدي من الاخر او من العيار التقيل. هنعملها كلها، مش هنسيب منها حاجة. طبعا ما هو مش في الغدا ده كله وبعد الغدا ده كله اللي احنا فيه هنجيبها ونرمي منها حاجة. لا، هنعملها كلها وهتشوفوا هتبقى عاملة ازاي، وهتشرفك لو على ترابيزة، لو على اي سفرة. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معانا كده بطية غسلناها ونضفناها وخليناها ايه، فلة كده. معنا الحواج بتاعتها، رقبة والقنصة والكبدة والبيض اللي فيها كمان، والزور بتاع الرقبة، وكله هنحشيه كده ويبقى معانا زي الفل. هنركنها معانا على جنب. هناخد كده القنصة، هنقطعها. نقطعها مكعبات صغيرة خالص. انا عايزة ايه، لان هحمرها واحشيها ايه على الرز في البط. هقطعها كده بالوسطة كده ايه، بس تكوني محميه السكينه بس معاك عشان ايه تقطع معاك، لانها بتبقى ايه جامده شويه. شايفين؟ هقطعها بالطريقه دي. هخلص كل الطريقه، هخلصها كلها بنفس الطريقه. وايه، حته دهنيه صغيره كده من البطه قطعتها عليها عشان تديها طعم. هركنها معايا كده على جنب. معانا كده البهارات. معانا البصل مجهزاه، وفلفل اسمر وكمون وسبع بهارات. طبعا سبع بهارات بتبقى شامله كل حاجه، ولا ورق لورا وكل حاجه. ومعايا طماطم مجهزاه، ومعايا هركنها كده برضو على جنب. وانا معايا في كده في الوقت ده بصل قطعته وجهزته ونزلت عليه بالبهارات برضو، فلفل اسمر وكمون وسبع بهارات. هقلب البهارات في البصل كده ويكون جاهز معايا، وبرضو هركنه كده معايا على جنب. كل المكونات كده معايا جاهزة، كلها بصل وكل حاجة انا مجهزاها. نقوم قال ايه، نروح على البوتاجاز. هنولعه كده، وفي طاسة بس فيها معلقة زيت واحدة بس، عشان ايه، بس الطاسة يعني. وبعد كده هنزل بالقوانص اللي انا قطعتها بالحته الدهنه اللي فيها، وهشوحها كده وايه، هدني معاها تتشوح. انا عايزه اسويها نص سوا، لان طبعا القوانص بتاخد وقت يعني، فبايه لازم تشوحها. طبعا شايفين كده بتنزل ميه والدهنه اللي فيها بتفك وكل حاجه. طبعا هحمرها كده تحميره حلوه وتاخد لون معايا. وبعد كده هنقول ايه، هنعمل عليها بعد حبه كده، هننزل عليها بحبه ميه. طبعا بعد ما استوت كده، شوف ايه نزلت. طبعا انا عايزه كل البهارات اللي نزلت منها، او كل اللي نزل منها، هكون ايه، يكون تشربوا كده بحبه ميه. وهسيبها بس تاخد ايه غلوتين تلاتة مع بعض كده في 5 دقايق، تكون ايه جاهزه معايا. كده في الوقت يعني كنت غاسله رز ونقعته ونص ساعه وصفيته. نزلت بيه على البصل. هنزل عليه بنص معلقه من الملح، وهنزل عليه بحوالي 4 5 معالق زيت. طبعا الزيت بس عشان بيخلي الرز مفلفل، وياريت يكون زيت ذرة. نزلت كده بالقناصة اللي انا شوحتها بالدهون اللي عليها، وهنزل ايه بيها على الرز. هخلصه كده واقلبه تقليبه حلوه كده، ويكون جاهز معايا. بحيث البهارات كلها والبصل، انا حاطه البصل ني، مش عايزه ايه يكون متشوح، انا عايزه كل حاجه نيه، لان طبعا كده كده البطه كبيره وهتاخد وقت، فايه كل حاجه هتستوي براحتها. بعد ما قلبت الخليط وجهزته كده بالمعلقه، وهنحط الرز جوه البطه كده زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. بعد ما نحطها رز، طبعا هتسيبي تعملي مسافه، او تسيبي ايه، مش هتملاها على الاخر، لان لازم الرز بيستوي، لازم يكون ايه في حاجه مكان ايه، يكون الحاجه ايه وسعت، بحيث الرز هيستوي وهيزيد معاكي، فمش يملاها على الاخر. هخيطها بالابره بالطريقه دي. انا رجعتها زي ما كانت يا دوبك، بس ايه بطنها اتقفل كله، كل حاجه ايه معانا جاهزه. وهركنها معانا على جنب. هجيب طبعا الزور اللي انا معايا، وبرضه هخيطه من تحت كده غرزتين 3 4 كده، وهيكون ايه عشان بس يسد عليا، او يسد على ما ينزلش الرز يعني. هخيطه كده وايه، وهفردها معايا. وبرضه هفتحه كده وبالمعلقه وهملاها رز برضه. بعد ما يعبيه رز كده، بس طبعا هتعمله برضه حساب انه هيزيد، فبتسيبيه مهوي شويه. هخيطه برضه واقفله من فوق زي ما قفلته من تحت كده، وهخلصه كده بنفس الطريقه. وهفرد معايا الزر، هتشوفوا ايه هيكون عامل ازاي ومهوي، بحيث ان طبعا الرز بيزيد، فلازم ايه تعمل له مساحه. قطعته كده وكل حاجه معايا جاهزه، وشايفين الزر ايه طبعا عامل ازاي، فردت في الرز ويكون ايه عامل ازاي، والفتله معاه يعني ممكن بالمعلقه كده بتشديه كده وتطلعيه، ما تخافيش مش هيجرى له اي حاجه. في نفس الوقت انا كنت مولعه الحله، حاطه الحله على البوتاجاز ومولعه عليها. ما اكون خلصت حشو، بكون اني ايه، يكون الميه فرت معايا. الميه غليت، نزلت بالبطه والقنصه والاسفه والراس وكل حاجه، بس يا دوبك رغوه بسيطه كده. طبعا الحاجه البلدي بتبقى نظيفه، ما تخافيش، يا دوبك بس حاجه بسيطه. بعد كده نزلت بالبصل والبهارات والطماطم، ونزلت بمعلقه كبيره من الملح. هقلبهم كده واغطي عليهم واسيبهم مع نفسهم.
خدت حوالي تقريبا ساعة وربع، ساعة ونص كانت استوت. طبعا انت بتشوفيها الاول، تكسري الجناح، تعملي اي حاجة بتجربيها، وبعد كده ما تلاقيها استوت بنزلها. في الوقت ده انا مولعة الفرن ومسخناه، هطلعها كده على صينية كده من غير اي حاجة، اندوبك بس هحمرها بس واديها لون مع الزور وخلاص على كده. كانت في الفرن بتتحمر، ما خدتش نص ساعة تقريبا، ما كملتش نص ساعة كان الرز استوى. طبعا غرفته في الطبق اللي كان باقي، وباقي معايا كده حطيت على وش البطة بعد ما اتحمرت وكل حاجة، حطيتها بحالها يعني ما شلناش منها اي حاجة. بطة كاملة ومتكاملة، ما حدش يشيل منها حاجة، لازم نحطها في الغالة دي عشان الكل ياكل ويدوق. بجد المنظر تحفة، جربوها وقولنا رأيكم فيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق ظريف منكم. وكده بالهنا والشفا، ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة، باي باي.